السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا النهارده في أرض العياط عند الدكتور مجدي فتح الله لزراعة أنسجة وبنت جور. تعالوا يا أستاذ محمد معلش، لأن احنا كده استنى يا عم، احنا بنتكلم في متر مجموع جذري، متر بالظبط للأنسجة. بسم الله ما شاء الله زي ما حضراتكم شايفين. انزل، دي زراعة الأنسجة. هننقل على بنت الجور، ودي بنت الجورة. احنا خلصنا زراعة الأنسجة ودي بنت الجورة. انزل كده يا أحمد. طبعا الاختلاف إن الدكتور، استنى بقى عشان الدكتور بيقول ما فيهاش جذور، ده الجذور. بسم الله ما شاء الله. الدكتور معانا بقى هو اللي هيكمل. بسم الله ما شاء الله. وري يا احمد كده بعد اذنك حاجه. بسم الله ما شاء الله، حاجه تفرح، حاجه مخدومه، شغل من الاخر، وناس محترمه في المعامله. ربنا يخلي وناس ما فيش اصدق من كده، وربنا يكرم. وكل ده بيبقى من عند الله سبحانه وتعالى، وتوفيق ربنا الكبير علينا ان احنا بنعمل حاجه مضمونه وحاجه كويسه، واحمد هيردمها، وحاجه كويسه بحيث ان احنا نبقى في مصداقيه في الكلام ومصداقيه في المعامله، ونسال الله اكبر عليها، وحاجه تفرح وكويسه، وناس ربنا يكرمهم ويجازيهم خير على اللي بيعملوه. واي انسان بيتقي الله وبيعمل اللي ربنا قال عليه، ربنا سبحانه وتعالى لازم يكرمه ويوقعه في الناس الحلوه الكويسه اللي بتخدم لوجه الله. ربنا يخلي الناس دي. انا لفيت بامانه ربنا، لان انا اتعرضت لحاجه اتضحك عليا فيها في قصه الانسجه، وقصه النخل البرحي حاليا في مصر منتشر انتشار جامد. كلام مظبوط. لكن للاسف انا وقعت في مجموعه ناس. في البدايه جابوا لي نخل برحي على انه برحي، وفعلا طلع برحي. وبعد كده جابوا لي نخل ما طلعش لا يمت للبرحي بحاجه، سواء كان انسجه او كانت فسايل. واضطريت حاليا انا بقلعه، طلع فيه ذكوره وطلع فيه بلح، صح، حاجه غريبه الشكل. فقعدت ادور بامانه، دخلت مشاتل في الاسماعيليه، اسامي كبيره ومعروفه، ودخلت على مشاتل في المنوفيه وهنا وهنا، لقيت ان في كلام متطابق من مصدر استيراد واحد من الامارات، من مشتل واحد من الامارات. واطلعت على الاوراق هنا واطلعت على الاوراق هنا. صح. فلما لقيت الكلام متطابق دورت على الجوده، السعر واحد. دورت على الجوده، فالجوده لقيتها في الدوليه للشتلات. ربنا يخلي سعادتك يا دكتور. وفعلا الحاجه بسم الله ما شاء الله، وانا بفتح القصريه حاجه جميله. والكرم بتاع ربنا سبحانه وتعالى ان احنا وقعنا في الناس دي. ربنا يخلي سعادتك، ده الشرف لينا، شرف لينا وكله باذن الله سبحانه وتعالى. الدكتور من اول نخله لاخر نخله وهو بيردم بايده، وبقول له الناس كتير، والدكتور مصمم برضه انه بايده. ربنا يفضل لك يا رب ويوسع عليك يا دكتور. الله يكرمك. ربنا يكرمك يا رب. تعيش. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم يا استاذ محمد.